السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، في سالف العصر والأوان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كان يوسف بيلعب في الجنينة، فجأة لقى شنطة صغيرة مليانة فلوس كانت بتلمع تحت أشعة الشمس، وكان يوسف مبسوط جدا. جري عند صاحب عمر وريله الشنطة وقال له: شوف أنا لقيت إيه. عمر فكر شوية وقال له: الظاهر كده إن هي وقعت من حد، المفروض نرجعها لصاحبها، دي أمانة. يوسف اتردد شوية، هو كان نفسه يشتري حلويات كتير بالفلوس دي، لكن عمر قاله: تخيل لو كنت انت اللي ضاعت منك الشنطة، احساسك وشعورك كان هيبقى ايه؟ بعد تفكير شوية قرر يوسف إن هو وعمر يدوروا عن صاحب الشنطة. بعد ما فضلوا يدوروا ساعة لقوا بنت صغيرة قاعدة جنب الشجرة عمالة تعيط، وكانت بتدور على شنطة الفلوس بتاعتها. يوسف اداها الشنطة، عينيها لمعت وابتسمت بفرحة وسعادة، شكرتهم وادت كل واحد منهم واحدة مصاصة كشكر ليهم يعني. يوسف قال لعمر: المصاصة دي ألذ من اللي أنا كنت هشتريه بكل الفلوس اللي أنا كنت هاخدها، لأننا كنا عندنا أمانة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملوا لي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.